السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة استكمالا لوصفات العيد. هنعمل الكحك. كحك دايب وجميل وطعمه لذيذ جدا. هنعمله بحشو الملبن، مش هياخد مننا وقت خالص ومقاديره بسيطة. هنبدأ دلوقتي هنشوف الطريقة مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس لو حابين يوصلكم كل جديد، ويا ريت متنسوش تعملوا لايك. ونبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هبدا بيها طبعا الحشوات. انا هحتاج لملبن. الملبن بحط عليه معلقتين من الزبده وببدا اعجنهم. الملبن لازم يكون بدرجه حراره الغرفه عشان يتعجن معاكم سهل. لو حاطينه في التلاجة وجيتوا تطلعوه وتيجوا تعجنوه كده هيبقى صعب جدا وهيكتل معاكم. عجنته كويس جدا لحد ما بقى زي العجين، وبعدين باخد منه قطعه. طبعا قلعت الجلافز لان بتبقى صعب في التشكيل شويه بالجلافز، وعملته كور بالشكل ده. كان عندي شويه عجميه كمان كورتهم وجهزتهم. بالنسبة لبقى المقادير، هحتاج ل4 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من السمنة، وكوباية الا ربع من الحليب الدافئ. الحليب ممكن تستبدلوه طبعا بمية، بس اهم حاجة انها تكون دافية علشان هنحط عليها الخميرة ونخليها تتفاعل. وكمان احتاجت رشة ملح، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الخميرة، ودي معلقة صغيرة من المحلب او ريحة الكحك. انا استعملت ريحة كحك. بدأت بقى حطيت المواد الجافة مع بعض، والمواد السائلة حطيت عليها الخميرة والسكر اللي هو الحليب لازم يكون دافي، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. ودي اول خطوة لازم تتعمل علشان الخميرة تتفاعل. هركنها بقى على جنب، وهبدأ احط المواد الجافة في البولة اللي انا هستعملها، وبرده هركنها على جنب. بالنسبة للسمنة، انا بفضل السمنة تكون مغلية او مقدوحة بمعنى اصح، لان دي اللي بتديكوا ريحة وطعم الكحك بتاع زمان بتاع الاجداد. ولازم تشوفوا فوران الدقيق اللي هو المنظر ده. غير كده، ولو عملتوه على البارد، طبعا متاح ان انتوا تعملوه على البارد، بس هيديكوا طعم الكحك بتاع المحلات العادي. انما ريحة الكحك وطعم الكحك بتاع زمان بيجي عن طريق قدح السمنة. لازم السمنة تكون مقدوحة كويس جدا. دلوقتي بقى حطيتهم في الستاند ميكسر وبدات اخلطهم مع بعض. طبعا لو انتوا هتستعملوا ايديكم، انصحكم ان انتوا متحطوش ايديكم والسمنه بتغلي كده، لان لا قدر الله ممكن تعمل لكم حرق. فممكن تستعملوا معلقه في الاول، وبعد كده تفضلوا تعجنوا في المرحله دي كويس جدا. دي اسمها مرحله بس الكحك. لازم تعجنوا الدقيق مع السمنه كويس جدا، يعني حاولوا 10 دقايق كده ولا حاجه. دلوقتي بقى الخميره تفاعلت معايا وعملت الفوران اللي انتوا شايفينه ده. كده الخميره مظبوطه. هبدا بقى اضيفها على الدقيق، ومجرد ما بضيفها على الدقيق انا ما بعجنش خالص، لان الحليب مجرد ما بيضاف على الدقيق بيعمل جلوتين وممكن يخليها تدخل في نظام البسكوتات وتبقى كريسبي. انا مش عاوزه كده، انا عاوزه الكحك يكون دايب. فمجرد ما ضفته والعجينه لمت معايا خلاص كده انا بوقف عجن تماما. وده بيكون قوام الكحك. بكوره واضغط عليه كده بصباعي، لو في اي تشققات كده تبقى العجينه مش مظبوطه، بمحتاج يضيف لها شويه سمنه. انما هي طالعه معايا ناعمه كده خلاص تمام. بدات بقى احشيها بالشكل ده بالملبن. احنا بنحب الملبن اكتر، فعشان كده اغلب الكحك تقريبا عملته ملبن. واستعملت بصامه الكحك عشان تطلع لي الشكل منتظم ويبقى شكله زي بتاع بره. لكن طبعا انتوا ممكن تستعملوا المنقاش، بيطلع معاكم برضو في النقاشات حلوه جدا. ولكن البصمه بتطلع لكم نفس الشكل بتاع بره. بالشكل ده عملت كل الكمية كور وحطيتها في الصينية، وبعدين بدأت اضغط عليها بالبصامة تديني بس الشكل. وزي ما انتم شايفين قوام الكحك عامل ازاي، حلو جدا وسهل معايا خالص. يعني حتى لو استعملته في المنقاش هيبقى حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده هحطه في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الاوسط. انا مش عاوزاه ياخد لون. انا عملت صينية كمان وحطيتهم في الفرن على الشبكه درجه حراره متوسطه. جاست بس كده ان انتوا تحسوا ان سوري الكحك غير لونه من بره، وتقدروا تمسكوا الكحكه وتشوفوها من تحت لونها بس بقى لونها ذهبي. خلاص كده انا بدات ارش عليها سكر بودر. طبعا انا بفضلها كده، يعني انا بحب الكحك كده. لو انتوا حابين تقدموه ساده وترشوا وقت الاستعمال براحتكم. بس انا ما عملتش كميه كبيره، يعني هي تقريبا عملت لي طبق كبير وبس كده. وده بيكون لونها. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا. دي كل الكميه اللي انا عملتها. مش كميه كبيره، فعلشان كده انا برش عليه سكر عادي. ولكن لو انتوا حابين تعملوا كميه كبيره، انصحكم ان انتوا ما تستعملوش حليب، تستعملوا ميه. لان الميه هتخليه يقعد معاكم فتره ما يبص، انما الحليب ممكن يبوظ. الحليب ده تعملوه بس لما تكونوا هتاكلوا الكحك على طول. وبس كده. شايفين الكحك عامل ازاي؟ دايب جدا وطعمه حلو، وكمان تقدروا تمسكوه يعني بكل سهوله.
وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، الطريقه تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تجربوا الكحك وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وبالف هنا وشفا مقدم لكل هيجربها. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.